تحملت الروبوتة تي إكس الضربة، وبعدها ركلت الروبوت تي 850 ورمته لعدة أمتار. أول ما الروبوت تي 850 وقف، اندفع ناحيتها، رماها جوه الحمام اللي قريب. مسك الروبوتة تي إكس من رقبتها وخبطها بقوة في الأرض، وبعدها ضغط برجله على رأسها، لكن كل ده ما أثرش فيها خالص. البلاط كان بالنسبة للروبوتة تي إكس زي الفوم. الروبوت تي 850 جرب كل الطرق، لكنه ما قدرش يسبب أي ضرر للروبوتة تي إكس. بالعكس، هي لقت فرصة وسيطرت على الروبوت تي 850. حاول يثبتها بإيده ورجله، لكن فجأة لفت جسمها حوالينه وقيدته. بعدها الروبوتة تي إكس حولت إيدها لسلاح ناري ووجهته عليه. في اللحظة دي الروبوت تي 850 مسك سلك كهرباء ووصله في الروبوتة تي إكس، والتيار فصلهم عن بعض. ورغم كده الروبوتة تي إكس فضلت من غير أي تأثير، والروبوت تي 850 كان واقع على الأرض ومش قادر يقوم، وبدأ نظامه يهنج. بدل ما الروبوتة تي إكس تخلص عليه، دخلت على شريحة الروبوت تي 850 وغيرت برمجته. في مكان تاني، جون شاف على الشاشة إن الروبوتة تي إكس جاية ناحيتهم، ففعل مسرع الجسيمات بسرعة وجري هو وكيد في الممر. لكن الروبوتة تي إكس لحقتهم بسرعة وغيرت إيدها لسلاح، وكانت مستعدة تنهيهم، وفجأة وقفت. الطاقة اللي خرجت من مسرع الجسيمات عملت مجال مغناطيسي قوي جدا، ومع زيادته اتسحبت الروبوتة تي إكس واتلزقت في ماسورة، ومع ارتفاع الحرارة جسمها بدأ يسيح ويتحول لسائل. استغل جون وكيت الفرصة وهربوا، وقدروا يوصلوا للطائرة. في اللحظة دي جون شاف الروبوت تي 850 جاي ناحيتهم، لكنه ما كانش يعرف إن برمجته اتغيرت. أول ما جون طلع على الطيارة، الروبوت تي 850 شد فجأة ورماه بقوة على الأرض. وفي نفس الوقت الروبوتة تي إكس كانت بالفعل بتلاقي طريقة تهرب من تأثير المجال المغناطيسي